يا مساء الخير عليكم واهلا بيكم. معاكم فاطمه بدران وحلقه جديده من وبس كده. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا لازم تكون بين اي اتنين، ولو مش موجوده هتبقى الخساره قريبه وكبيره قوي. واسم حلقتنا ما تضيعهاش من ايدك. ايه هي الحاجه دي وليه مهمه قوي كده؟ هنعرف بس بعد الفاصل. نروح دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل معاكم. فاصل وراجعين. يا اهلا بالمعارك بنار هنستبارك وننكد على اللي جابك. عايزاك تقعد تستظرف اكتر من كده. على فكره انا كل ده بسخن بس، لكن انت ما شفتش وشي التاني. هاتي اخر ما عندك. حبيبي خد يا بنت تعالي. ايه؟ خدي تعالي هنا. رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم. قبل الفاصل كنا بنقول إن أي علاقة بين أي اتنين لازم يكون موجود حاجة مهمة جدا تدعم العلاقة دي فتحافظ عليها. وأحب أفكركم اسم الحلقة ما تضيعهاش من إيدك. ما ينفعش تكونوا انتوا الاتنين في حياة بعض وتبقى طريقة التعامل ما بينكم طول الوقت ترزعها كلمة سخيفة على الصبح، وهي ترميك بكلمتين في جنابك على المسا، ولو عدت من جنبك تلسعها بالكف على قفاها برخامة. قال يعني بتهزر وكده يعني، وانت فعلا ما بتهزرش وقاصد تغلس عليها وتضايقها، فتقوم هي حتفاك بأي حاجة في ايديها في دماغك، فتلحوس لك الشعرتين اللي انت لسه مسبسبهم، فتتغاظ، فالموضوع يتطور ويبقى كل واحد فيكم مش طايق يبص في وش التاني، وما بتدوش لبعض فرصة ان يكون في رقي واحترام متبادل بينكم، وقاعدين بس لبعض على الواحدة، واللي يشوف التاني متضايق يغلس عليه اكتر ويعفرته فيفرح فيه، وما بيحاولش حتى يطبطب عليه ويهديه ويمتص غضبه. ده انا لحمي مر كل هدوء لازم بهناتي. ماله بهناتي؟ عشان ابويا حلاق. ابويا حلاق. كان زماني متجوزه ومخلفه، اتنين واحد منهم يروح المدرسه. دي منظر واحد عيالها. انت قالك روح الاحداث. ضيعت مستقبلي. دي منظر واحد عندها مستقبل. الاحتواء والاحترام من أكبر وأعظم وأهم الحاجات اللي بتعتمد عليها أي علاقة بين أي اتنين، ومن أكتر الحاجات اللي بتنجح أي علاقة. فلو بصينا على أي علاقة بين اتنين ما فيهاش الحاجتين دول هتلاقيها بتفشل مع مرور الوقت، سواء كان الوقت ده بقى طويل أو قصير، فهيحصل الفشل ده أكيد هيحصل في يوم من الأيام، بس هي بتبقى مسألة وقت مش أكتر. وبس كده. مراد مساء الخير. مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور. ودي للأسف كانت نهاية حلقتنا. أحب أفكركم حلقتنا النهاردة كان اسمها ما تضيعهاش من إيدك، وكنا بنقول فيها لو أنت بتحبها وعايز تكمل حياتك معاها لازم تحتويها بكل ما تحويه الكلمة دي من معنى. ما تسيبهاش تنام مهمومة وعينيها غرقانة دموع. لما تشوفها مخنوقة ومش قادرة تتكلم ما تضغطش عليها بكلام سخيف، طبطب عليها، خليها تحس معاك بالأمان. ولو في يوم هي حست بعدم راحة نفسية أنت تبقى أول واحد تلجأ له، وهي واثقة إنها هترجع تبقى فرحانة ومبسوطة بعد ما تفضفض لك، وإنك مش هتستغل أي كلام في لحظة غضب تعايرها بيه فتضيعها من إيدك للأبد. عايز تحافظ عليها؟ احتويها، غرقها كلام حلو، فرحها دايما إنك موجود معاها وحواليها، وإنك حاجة كبير قوي في حياتها ويومها هي ما تقدرش تستغنى عنها. عشان لو جه اليوم اللي هتلاقي نفسها فيه بتعديه بمنتهى الأريحية من غيرك، وإن مفيش حاجة ناقصاها في يومها، أعرف إنك لغيت نفسك من حياتها بنفسك، وحكمت على نفسك إنك تكون مهمش في يومها، وساعتها أعرف إنك خسرتها للأبد. أيوة، الجملة أنت سمعتها صح ومش مبالغة خالص. أعرف إنك خسرتها للأبد. مش عايزاك، انا بكرهك من كل قلبي. اعصابك يا فوزيه. لو الحلقة عجبتكم اعملوا لايك وشير والكومنت مستنية. كنت معاكم فاطمة بدران وبرنامج وبس كده. أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا النهاردة. ما تنسوش تتابعوا كل جديد على صفحتي على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، كواي، وقناتي على اليوتيوب، وكلهم باسم فاطمة بدران بالعربي والإنجليش مع بعض، أو فاطمة_بدران 28. أسيبكم دلوقتي وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على ألف خير. سلام.